اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان، حلقة ردود الافعال زي ما وعدنا حضراتكم. واول رد فعل المستشار بعد الانتصار، يعني طلع فتحها على البحري. وكمان غلط في قائد كان في الجيش المصري، لازما يشوفوا حل. ففي البداية لايك وشير واشتراك في القناة علشان دايما يوصل كل جديد. نروح بقى نشوفه قال ايه ونرجع نرد عليه. مين الرداحة اللي كانت بتردح دي؟ يا دولة يا مصرية، قناة الزمالك ملهاش علاقة من دلوقتي بأم. تاني، انتوا عمالين تقولوا مرتضى بيعمل احتقان، امال الرداحة دي ايه؟ الاهلي كل اللي انت قلته ده، بس نسيت حاجة. الاهلي هبة من ربنا لمصر. خدت بالك؟ هبة من ربنا لمصر. بس يقلع هدومه ملط ويرقص في قناة احنا بندفع ضرايبها. يا كل المسؤولين عن ده مين؟ الرداحة دي مين؟ القاضية في نفس الوقت. طيب ونجيب حكم ونغيره، عايزين واحد مرتشي، ماشي. طيب ونغير ونلغي الفار، ماشي. ويطلع النهارده من غير مناسبة احمد موسى يتنطط زي اي قرد، زي القرود. محمد ابو عينين، المهلة خلصت بتاعتك. اوعى تنسى ان انا كنت المحامي بتاعك في المصيبة بتاعت اسكندرية. اوعى تنسى. واوعى تنسى انا قابلت مين في السجن لما اتحبست قدام ملصقه، قابلت مين واعترف بايه. انا مش هسكت. ده واحد تاني بيتنطط وبعدين يستضيف الاخ اسمه ايه بقى، انا ساكت اهو. اسمه ايه؟ مرتجي. تمام. يقول لك سيب التانيين يجعجعوا. طب ما احنا سايبين التانيين جابوا نكسه 67. ما احنا هنتكلم. ده انتوا مجاريح. هو مين يا ابني جاب نكسه 67 ودمر الجيش المصري المحترم؟ كان مين والنبي؟ الفريق مرتجي. والله. طب مش تقول لنا يا راجل؟ عيب. لموا نفسكم انا لمم نفسي. تاني، لموا نفسكم انا لمم نفسي وما باجيش ناحيتكم. انما احتكاك يا اخي، ده انا باركت لكم على الماتش اللي فات، قلت بهني النادي الاهلي. انتظروا. انت يا مرتجي يا خالد، يا مرتجي بتتكلم عن ان احنا بنجعجع. يا اخي انت مش هو انت 67 كنت فين؟ مش عارف التاريخ؟ ده نكسه 67 بطلها والدك. احنا مش عايزين نتكلم، احنا قاعدين في حالنا وبنتفرج على ما هذا. الرياضه فيها جزء كبير امن قومي، فيها سياسه، ولن يسمح ان حد ينزل الشارع. هو انتوا ليه مصممين الناس الجماهير الزمالك ينزلوا الشارع؟ ممنوع. لان الوطن ده تاني اهم من الزمالك واهم من الاهلي. ولما يطلع احمد موسى النهارده يقعد يتنطط ويجيب الولد امين الصندوق يقول لك ايه؟ خليهم يجعجعوا. طب ليه يا ابني بتغلط ليه؟ ده انا اول امبارح لما كسبتوا الفريق اللي ما اعرفش نيوزيلندي ولا ايه، هنيت النادي الاهلي. عيب اللي بيحصل ده، هيولع الدنيا. وبحذر وبنور اللمبه الحمراء. الراجل جاي بكره يقول لك هو الدوله متدخله ليه؟ لان عايزه تطفي نار. والاخ جمال علام يقول لهم ايه؟ اصل قال عليها مش راجل. بذمتك انا قلت عليك مش راجل؟ وهوريله انا راجل ولا مش راجل؟ يا جماعه احنا طبعا ما حصلش، ما قلتش الكلام ده. بس اللي جنبه هناك بقى هو اللي بيسخنه. يقول لك ايه؟ اصل عليا انت مش راجل، فانا هوريه راجل ولا مش راجل؟ هتقول راجل على راجل؟ اولا ما قلتش. لا ما قلتش، مش هزار. واللي قال لك الكلام ده بيضحك عليك يا استاذ جمال. لان مفيش صعيدي مش راجل. تاني، مفيش صعيدي مش راجل. عيب. بتبقى انت كده وبيضحك عليك. وبعدين التليفون ده وانت عمال تكلمهم وتوريهم ان الموضوع ده، لا اهي هات لي الصوره اهي. ده مين ده؟ اللي واقف ده مين؟ محمد الجرحي ده. اللي هو مين؟ ابن جمال الجرحي؟ ايوه. الاخوانجي؟ هو احنا فين يا جماعه؟ وناس اخويا هايص وانا لايص. ضحك وفرفشه ومعاهم رئيس الاتحاد اللي مدي تعليمات لا ما تأيدهمش بالغلط. تمام. وهم هناك هايصين اهو. بيقول لك اصل شعب المغرب بيحبني. هو احنا نسينا اللي حصل مع الوداد يا جماعه؟ ده الوداد المغربي بقى طبعا. ادي الجرحي اللي بيعمل طلب حظر في مجلس النواب. يعني انا يطلع 200 اهلي الف 60 قريه واخد 90,000 صوت، تمام؟ ويقول لك لا انت ساقط، ودون يحطوه في القائمه الوطنيه. يا جماعه القائمه الوطنيه اللي ابوه جالي مكتبي
وصلاح حسب الله موجود وقال يا جماعه اهرب اروح فين؟ انا مولت رابعه. هو في يا جماعه؟ في بجد في البلد؟ حرام. مفتاح افريقيا. وبعدين تقول لي اصل احنا رحنا كاس العالم ورحنا افريقيا. والله انا معاك 100 بس حضرتك اللاعب بتاعي بعد ما اتفقت مع محمد مصلحي على الهوا و12 مليون رحت دفعت 25 مليون وخدت. مين اللي بياخد لمين؟ مين اللي خد لاعب من عندي وهربه؟ اللي هو كهربا. انا اللي جيت ناحيتك؟ مين اللي خد المدرب السله بتاعي؟ مين اللي خد لاعب السله بتاعي؟ مين؟ سبحان الله. مين اللي بيحتك بمين يا دوله؟ مين اللي بيحتك بمين؟ احنا عمرنا ما عملنا دوت. وتقول ايه اصل احنا في كاس العالم وانت، ما هو اذا كان اقوى 3 لعيبه بدعم بيهم فريقي انت مش هتساعدهم لي والكل بيتفرج. اتحاد الكوره يا جمهور الزمالك فوق. القصه مش مرتضى، القصه انتم. تاني القصه انتم اللي عاملين الحزن لجماهير الزمالك. ويوم الثلاث ان شاء الله انا هقول كلمتين. مستنيين الاخ على جمال علام يجي بكره. استاذ زري شباب موجود. هما كلمتين. اذا لم تحل هذه المؤامره فورا، لان انا سجلت في الميعاد، انا ليا راي هقوله تاني. قرار سياسي تاني، سياسي رياضي اعلامي، وكل واحد يتحمل مسؤوليته في البلد دي. انما احنا هنقعد كده اتحرق دمي ودون يعمل لي قضيه واتحبس فيها، واللي حبسني ده اصلا كان مديني براءه عن نفس الموضوع قبلها ب4 اشهر، وحل مجلسه ويقعد سنه اصل عنده مخالفات. لا يا جماعه الموضوع زايد عن حد. انت مش عايز مرتضى؟ الذكر يطلع كده واضح يقول لا مرتضى كفايه عليك رياضيا وسياسيا. تاني رياضيا وسياسيا واعلاميا، يطلع قول هريحك من ال3 دول. انما الضرب تحت الحزام ويخش منع القيد عشان الزمالك يقع اهم 3 لعيبه، وتقول له اصل انت ما رحتش كاس العالم للانديه. انا رحت وحياه هبه. انت بني ادم بشع. انا مش عارف مراتك طايقاك ازاي في البيت يا اخي. انت بشع. تاني انت واحمد والله العظيم بشاعه. وانا بقى ايه ان شاء الله خير استخلص الماتش ده وده، وهفرج مصر كلها على اللي خناقته مع الرقصات، وهفرج مصر كلها على المخبر اللي كان بيعيط ويبوس الايد عشان اطلعه، وهفرج مصر كلها. لا جابت صوره طلعت يبوس ايده، بيبوس ايد مفتي الارهاب فوق. ده اللي بيقلب عليا. طب مين اللي حاطط ايده على كتفه ده؟ مين؟ وانتوا ال4. هاخدكم يوم واحد عشان مصر تتفرج على الاعلام. ارجع لنفسك بقى. خلاص ان شاء الله تتحل الاسبوع ده ان شاء الله يا فندم باذن الله. يا باشا انا مستني بكره. تمام. وماتش يوم الاثنين ما اتحلتش. انت قلت على ايه يا جنات؟ على نفسها ايه؟ براكش. تعرف براكش دي ايه؟ ايه؟ كلبه قاعده تهوى لحد ما جابت لهم الجيش لغايه ما جم بقى خلصوا عليه بعد ما استخبوا. احنا عندنا بركشات كتير. يا استاذ جمال سيبك من اللي كانوا حواليك بيغرقوك، وحق القران والمصحف اللي قدامي ده اهو، ادي مصحف قدامي اهو، انت مش شايف بس انا بقول لك قدامي اهو، ان محمود الخطيب ومجلسه كانوا عايزين يمشوك. وحق القران الكريم ده محمود الخطيب ومجلسه كانوا عايزين يمشوك انت والمجلس بتاعك. انت عارف مين اللي حماك واقف معاك؟ انت عارف وكلمتني قلت لك وانا معاك مع اللي هو سندك. تاني انا كان ليا عليك شويه تحفظات كنت بقولها، انت كلمتني قلت لك وصلني رساله وانا وراك. اللي انت قاعد معاهم دول اقسم بالله العظيم كانوا عايزين يمشوك. خلص الكلام. رداحة مين يا ريس؟ يعني الراجل طلع بارك للاهلي وبيتغنى بانتصار الاهلي، انت زعلان ليه؟ حاسس ليه ان في بوتاجاز كده مولع جاي من ناحيتك؟ ليه؟
عادي عادي، الراجل طالع بيبارك للنادي الاهلي، وكل اعلاميين مصر طلعوا مباركوا للنادي الاهلي، الزملكاوي قبل الاهلاوي. اما بقى الفريق مرتجي والنكسه، يعني انت لسه فاكر اسباب النكسه ومين المتسبب في النكسه وجاي تتبلى على الراجل؟ في ايه؟ في ايه؟ انت ليه محسسني ان هو الوحيد اللي كان واقف بيحارب؟ ما احنا كلنا عارفين التاريخ كان ماشي ازاي وايه اللي حصل وايه الاسباب، لكن هو تجريح وخلاص. والراجل بيقول لك الجعجاع، هو قال لك انت؟ هو انت ليه دايما تاخد الكلام على نفسك؟ الراجل بيوجه كلام وبيتكلم عن الناس اللي بتجعجع، فانت كده بتثبت للناس كلها انه بيتكلم عليك، والراجل ما قالش كده. نيجي بقى للحاجة التالتة، وبتتكلم على رئيس اتحاد الكرة الاخ جمال، بتقول له انا ما قلتش عليك انك مش راجل. لا لا، انت ما قلتش كده، انت قلت على الاتحاد كله، ما قلتش عليهم مش لاقي حد يطلع لي عشان اديله بالقلم. وده انت ما خليتش حاجة الا قلتها، واللي كان نايم على بطنه واللي كان نايم تحت السرير. بس حضراتكم شايفين الاختلاف، بيقول الاستاذ جمال. الاستاذ ليه؟ عشان في مصالح، علشان في 3 لعيبه محتاجين ان احنا نسجلهم، ففي كام يوم او من كام يوم نطلع نشتمهم ونقول عليهم كل يعني ما يتقالش، والمره دي اقول عليه الاستاذ عشان يسجل لي. يا عم خليه يسجل وبعد كده ربنا يحلها. وطالع ميتينك ليه؟ وبتقول الفتنه نايمه. طب انت بصوتك العالي ده هتصحيها من النوم؟ ده انا عندي الولاد بيصحوا يعني على صوتك من صوت الزعيق في الشاشة، ما بالك بقى يعني بالفتنة؟ فبالراحة، ده كله من الفوز. امال لو ربنا كرم وفزنا على الريال هتطلع تعمل ايه؟ مين اللي هيرقص مالطا عشان الاهلي؟ يا عم الله يرضى عليك. بس المشكلة كلها يا جماعة انه دخل الجيش في الموضوع والنكسة، وده طبعا ما ينفعش. يعني قبل كده طلع يتكلم على الدكتور محمد سراج برضه غلط في والده، والمرة دي غلط في الفريق مرتجي، وبرضه في نفس الفيديو بيغلط في الاستاذ الجرحي. في ايه؟ هو راح قال لهم يا جماعه انا كنت بمول رابعه؟ يعني هو دخل عليك كده اللي انت ما بتعديش حاجه الا وانت بتدعي انك بتسجلها، هيخش يقول لك شوفوا لي حل اصل انا كنت بمول رابعه؟ ما علينا ما علينا، ما يعني فوز الاهلي عارفين انه بيعمل اكتر من كده، وبرضه مستمرين معاكم ان شاء الله. لو في جديد هنروح من بعض فين؟ هو بس دعمكم باللايك والشير والاشتراك علشان دايما يوصل لكم كل جديد، ندعو لهم ان ربنا يهديهم او يطفي النار اللي جواهم. ده مجرد فوز يا جماعة، بس مش اي فوز، ده فوز في كاس العالم، عشان كده العملية باظت. اشوفكم على خير، تحياتي لحضراتكم.